هل دورة المياه في الأرض مذكورة في القرآن؟ ربنا بيقول في سورة المؤمنون في الآية 18: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. طبعا كلنا درسنا في المدرسة إن الدورة المائية على كوكب الأرض اللي هو السحب بتنزل المطرة، والمطرة بتتحول لأنهار وبحيرات، وبعدين البحيرات دي بيحصل لها عملية بخر، والبخر ده بيكون السحب وهكذا. لكن هنا أنا بتكلم على استخدام الألفاظ، فكلمة بقدر معناها كمية محسوبة، فالأرض أشكالها حتى والمنحنيات اللي فيها والمنخفضات عشان خاطر تخزن الميه ديت، وفي جزء منها بيتسرب بيخش لقاع الارض وبيدوت المياه الجوفيه. وربنا قال بقدر، يعني لو هو نزل الميه زياده شويه هنغرق كلنا، ولو نزلها اقل شويه هيصير جفاف. واستخدام وان على ذهاب به لقادرون تدل على قدره ربنا ان هو يقدر يوقف العمليه دي او يبعدها او ما ينزلش مطر على اماكن معينه، وده اللي احنا بنشوفه بسبب تغير المناخ. وفي الايه 40 من سوره النور ربنا بيقول: او كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. البحر اللجي هو البحر شديد العمق، وأستاذ علم جيولوجيا البحار دور جارو قال إن من سنين مش بعيدة الناس كانت آخرها 20 متر بس من على سطح المية، لكن دلوقتي مع استخدام التكنولوجيا قدرنا نوصل لمئات الأمتار تحت سطح البحر، قدرنا نشوف حاجات ما كناش عارفينها قبل كده، واكتشفنا بالفعل كلمة ظلمات بعضها فوق بعض. المعروف إن ألوان الطيف 7 هم الأحمر، البرتقاني، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. واحنا لو غصنا دلوقتي في الأعماق كل ما ننزل تحت هنلاقي لون من ألوان الطيف ده بيختفي، يعني الدنيا بتزداد ظلمة، فالأول حاجة بيختفي اللون الأحمر وبعدين البرتقاني وبعدين الأصفر، وهكذا لحد ما نوصل للظلام التام. أما قوله تعالى موج من فوقه موج، دي حاجة احنا ما كناش شايفينها، لأن احنا عرفنا دلوقتي إن عند بداية مستوى البحر العميق في كذلك موج غير الموج اللي احنا بنشوفه بعينينا على سطح البحر، وكل دي دلوقتي بقت حقائق مؤكدة والعلم أثبتها خلاص. ونختم بالآية 53 في سورة الفرقان، ربنا بيقول: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. كلمة ملح أجاج معناها اللي هو شديد الملوحة جدا، وكلمة برزخ معناها حاجز كبير، وحجرا محجورة معناها محرمة بالكامل. والآية هنا بتوضح لنا حاجة احنا بنشوفها دلوقتي بعينينا، ان هو الماء العذب لا يختلط بالماء المالح، وده لو دلوقتي عايش في مصر اكيد عرفت ان في منطقة اسمها البرزخ في مصر، ولو رحتها عند منطقة قريبة من راس البر كده هتلاقي فعلا ان في لونين مختلفين للبحر عمرهم ما بيختلطوا ببعض، وكأن في حاجز بين المية المالحة والمية العذبة مش بيخليهم يختلطوا ببعض. كده نكون خلصنا الحلقة 7 من سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن في شهر رمضان، واللي جاوبنا فيها على السؤال